السلام عليكم. عبث ما ثمش بعده عبث. انقلاب جديد على الديمقراطية والجمهورية. قرار هيئة الانتخابات اليوم هو جريمة في حق الإرادة الشعبية، وانتهاك صارخ لحق توانسة في تقرير مصيرهم بالانتخاب. القرار قمة في العبث والاستهتار بدولة القانون والمؤسسات وبقوانين الجمهورية. الكلام اللي قاله رئيس الهيئة اليوم مسخرة كبيرة وخزعبلات لا تستقيم بمنطق القانون. الهيئة ما عندهاش خيار إلا تطبيق أحكام المحكمة الإدارية. احنا في نزاع انتخابي محكوم بنصوص واضحة جدا. شكينا بالهيئة بسبب قرارها الأول الظالم بإقصائنا، والمحكمة حكمت لصالحنا ضد الهيئة. ما عندهمش الحق مطلقا في التهرب من تنفيذ الحكم. بقرار اليوم الهيئة هذه أصبحت غير شرعية ومعيش مؤهلة لمواصلة الإشراف على المسار الانتخابي، لأنها مش فقط غير مستقلة وغير محايدة، وإنما أيضا منقلبة على الدستور والقانون. ولهذا أولا أعلن أنا عماد محسن الدايمي المرشح المقبول للمشاركة في الانتخابات الرئاسية عدم اعترافي بقرار الهيئة غير الشرعي، ونعتبر نفسي ما زلت مترشح بمقتضى حكم الجلسة العامة المحكمة الإدارية الملزم. اثنين، ندعو بقية المرشحين المحترمين لعدم الاعتراف بقرار الهيئة غير الشرعي. ثلاثة، نتعهد أن باش نقوم بكل الوسائل القانونية الممكنة لإنهاء العبث ومحاسبة المتورطين فيه، وإعادة حق الشعب في انتخابات نزيهة للشعب بالتعاون مع كل الجهات المعنية بالدفاع عن الإرادة الشعبية. وبدينا في تحضير خطة قانونية ستحاصر المتورطين في الجريمة هذه ضد حق تقرير المصير في القضاء المحلي والقضاء الدولي أيضا. أربعة، نعلن بصفتي مترشح شرعي للرئاسة عن تجريحي في الهيئة الحالية وسحب اعترافي منها، وندعو كل المترشحين وكل القوى الوطنية والمنظمات والجهات الحقوقية والقانونية لاعتبارها هيئة غير شرعية، وندعو الجميع إلى الالتفاف حول مطلب وطني بتكليف جهة قضائية محايدة ومستقلة باستكمال الإشراف على المسار الانتخابي حفاظا على النظام الجمهوري والسلم الأهلي. الهيئة هذه ما عادش يمكنها مواصلة الإشراف على المسار الانتخابي. احنا باقيين وهم يلزم يمشوا. احنا ورانا تزكية شعبية والتفاف مئات آلاف المواطنين، وهم وراهم قرار تعيين في إجراءات استثنائية غير قانونية. احنا نمثلوا إرادة الشعب وهم يمثلوا إرادة الشخص اللي عينهم واللي يحاول يفسد اللعبة الانتخابية ويفرض إرادته المنفردة والمنحرفة وينقلب على إرادة الشعب مرة أخرى، خاصة بعد ما شاف التوجه العام للإرادة الشعبية في المشي وشاف تشوق التوانسة الكبير للتغيير. احنا نمثلوا الأمل في مستقبل مزهر وهم يمثلوا التمسك بواقع مرير أغلب التوانسة يشوفوا فيه كابوس مدمر باش يقود الشعب إلى الفتنة والمجاعة ويقود البلاد إلى الإفلاس والعزلة الدولية. سادسا، ندعو أجهزة الدولة الحامية دستوريا وقانونيا لإرادة الشعب لعدم الانخراط في هذا الانقلاب على الإرادة الشعبية، ولعدم توفير غطاء الأمر الواقع للتلاعب الخطير باستقرار البلاد ومستقبلها، كما ندعوها لتحمل مسؤوليتها في الحفاظ على النظام الجمهوري وعلى سلطة القانون وعلى تنفيذ أحكام القضاء. سكوتكم على تجاوزات الرئيس المنتهية ولايته لا يمكن تفسيره إلا بمسايرة هذا الشخص اللي يرهن مصير البلاد في كل الإجراءات غير القانونية وفي إقصاء منافسيه وفي هزانة البلاد إلى أزمة وجود وإلى انهيار المؤسسات وانهيار الاقتصاد. السكوت على التحطيم المتواصل لدولة القانون والمؤسسات مشاركة فيه. السكوت على مساعي تعطيل مسار التغيير خوفا من الإصلاحات هو مشارك في مسؤولية انهيار الأوضاع، لأن حتى البلاد ما عادش تحتمل بقاء الوضع الراهن كما هو 5 شهور مش 5 سنوات أخرى. سكوتكم على تزوير الإرادة الشعبية والتلاعب بالمسار الانتخابي باش يخليكم شركاء في إحباط معنويات وسخط مئات آلاف التوانسة اللي آمنوا بأن الانتخابات هي فرصة للتغيير وللتداول السلمي على السلطة. ما ثم حد شيء بر ربط مصيركم مصير البلاد بمصير شخص يحب يواصل يحكم البلاد وحده بشكل منفرد وبفشل ذريع ويهدد السلم الأهلية والاستقرار. أنظار توانسة الكل متجهة لكم، عندكم واجب وطني عظيم في حماية إرادة الشعب. ما تدسوش راسكم في التراب. مسؤولية كل واحد فيكم فردية على الوضع الراهن وعلى تطورات الأمور. يا توانسة، احموا ديمقراطيتكم وجمهوريتكم واستقرار بلادكم ومستقبل أولادكم بكل الوسائل السلمية،
ورد بالكم ترجعوا لمربع الخوف بعد ما خرجتوا منه خلال الأسابيع الماضية. الخوف غير اتجاهه بعد هبتكم الشعبية الكبيرة خلال المدة الأخيرة. اللي يلزم يخاف هو اللي يتلاعب من الإرادة الشعبية ويلعب بقواعد العيش المشترك وبقيم الجمهورية، مش اللي متمسك بها ويناضل من أجلها. البلاد بلادكم وانتم ملاكة بالشكر راية، وإرادتكم يلزم تحترم، وحتى حد ما عنده الحق يعفس عليها ويفرض عليكم إرادة شخص يحب يواصل يحكمكم بالقوة وبالتلاعب والتحيل والهيمنة على المؤسسات واستضعاف الأجهزة. تونس أمانة، كونوا مستعدين للدفاع عليها وعلى إرادتكم وعلى مستقبل أولادكم، ومن صحكي الصحيح